شهدت شواطئ مصر خلال الساعات الماضية واحدة من أقوى العواصف الرملية في السنوات الأخيرة، حيث غطت الرمال والغيوم الصفراء السماء وحولت المشهد إلى ما يشبه فيلما خياليا. أفاد السياح الروس الذين كانوا يقضون عطلاتهم في الغردق وعدد من المنتجعات القريبة أن الرياح العاتية حولت الشواطئ إلى مناطق مهجورة، بينما اهتزت أشجار النخيل بعنف وانتشرت الرمال في كل مكان، مما جعل الرؤية شبه معدومة وأجبر المصطفين على التراجع داخل غرفهم لحماية أنفسهم. وأظهرت مقاطع الفيديو المباني مخفية خلف سحب غبار كثيفة، بينما البحر تحول إلى منظر مخيف بفعل الأمواج العاتية وكتل الرمال الطافية على سطح الماء. وفرضت السلطات حظر السباحة مؤقت، وألغيت جميع الرحلات السياحية لضمان سلامة الزوار وسط محاولات للسيطرة على الموقف وحماية المصطفين. وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة ستستمر نحو أسبوع، مشيرين إلى قوتها غير المسبوقة في المنطقة، وأنها تعد الأقوى منذ سنوات، مع توقعات بهبوب رياح عاتية محملة بالرمال والغبار في المدن الساحلية. وأضافوا أن هذه الظواهر الطبيعية تؤثر ليس فقط على السياحة، بل على حركة المرور والمجتمعات. وليس مصر وحدها من تتأثر، فقد ضربت عواصف مماثلة قطاع غزة مؤخرا، مما زاد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أصلا من نقص الأدوية والمستلزمات الأساسية، واضطروا لمواجهة تداعيات الطبيعة القاسية وسط ظروف صعبة للغاية. ووسط هذا المشهد المهيب والمخيف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر قوة العاصفة وامتدادها عبر المدن الساحلية، مؤكدين أنها تذكر الجميع بأن الطبيعة يمكن أن تتحول فجأة إلى قوة خارجة عن السيطرة، مغيرة حياة الناس في لحظات قليلة.